رحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا أمس الأحد 26 نوفمبر عن عمر يناهز 55 سنة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل بقينا اتنين مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية. فكان بيصور مشهد بيجمعه بشريف منير، وفجأة وقع على الأرض وأصيب بتشنجات، وعلى طول نقلوا ابنه ومدير أعماله اللي معاه في اللوكيشن للمستشفى، ولكن للأسف كان لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول. ومن شوية وصل جثمان الفنان الراحل طارق عبد العزيز لمسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا للصلاة عليه بعد صلاة الظهر، ورافق الجثمان أسرة الراحل وهم ابنه معتصم وشقيقه محمد وبعض الأقارب، وبمشاركة عدد من الفنانين اللي وصلوا المسجد، منهم هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، أيتن عامر وعمرو عبد الجليل وعلاء مرسي وشريف منير ومحمد رياض وفتوح أحمد. وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز قائلا: فقدنا فنان خلوق وممثل رائع، وكان شخص محترم عمره ما زعل حد، مضيفا خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج كلمة أخيرة: من فترة صغيرة جدا عانى من مشكلة صغيرة وركب دعامات وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب جدا لوكيشن تصوير المسلسل بعد تعافيه. وتابع أشرف زكي: طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل بقينا اتنين أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه، لأنهم كانوا صحاب ما بيتفرقوش كأنهم توأم. ونعاه عدد كبير جدا من الفنانين، منهم الفنان أحمد السقا اللي كتب: ربنا يرحمك ويغفر لك يا طارق، وأحمد حلمي كتب: اللهم اسكنه فسيح الجنان وغفر له يا رحمن، وأشرف عبد الباقي اللي دعاله بالرحمة والغفران.